الاي اي ده اللي بيتعلموه بس هم المبرمجين والناس اللي بتفهم في التكنولوجيا والكلام ده. الكلام ده مش صح. احب اقول لك ان انت بكلام بسيط جدا عربي سهل اكنك بتكلم واحد صاحبك تقدر تعمل اي حاجه انت عايزها، زي انك مثلا تبرمج حاجات جديده وانت ما تعرفش اي حاجه عن البرمجه، زي انك مثلا ممكن تعمل اكتشافات في مجالك. لو انت مثلا تشتغل في مجال الاشعه والتحاليل تقدر ببساطه تقول للاي اي ان انت عايز تعمل تطبيق معين يكشف 1 2 3 بناء على فهمك للمجال ده مثلا بشكل اكبر، او في مشكله معينه في مجال معين انت فيه وعارفها كويس وعايز تحلها، تقدر الاي اي يساعدك ويزود انتاجيتك بطريقه رهيبه لا تتخيلها. مثلا في الشغل وفي غيره تقدر تستخدمه. الاي اي مش لناس معينه بعينها، الاي اي لكل الناس، وده اللي اتعمل علشان شات جي بي تي وغيرها من التطبيقات اللي نزلت موجوده بتحاول ان هي تبقى ببلاش وتتناقش معاك وتدي لك علشان خاطر الحته دي. طبعا دي النظره الاساسيه، وفي نظرات تانية مثلا ممكن ناس تقول لك لا ده هم عاملينه علشان يجمعوا الداتا او علشان يستفيدوا هم اكتر او كل الكلام ده كلام ممكن يكون صحيح وممكن يكون غلط برضه. في النهايه انت حاول استفيد باللي موجود واستخدمه، ما تعيدش بناء العجله وتقفل على نفسك. تعمل زي اللي عملوه في حوار الحرب مع الآلة لما الثوره الصناعيه طلعت بسبب الآلات، وناس كتير قوي كانت رافضاها وقتها، والناس دي النهارده مش موجودين وما نعرفش عنهم حاجه، بس اللي كمل بس هو اللي اشتغل فعلا على الآلات واستخدمها. والاي اي شويه مختلف، ولكن برضه هو النهارده هو محتاج العنصر البشري بشكل اكبر. شكرا.